عندما تولى الإمارة دخل عليه أعرابي بلا استئذان من بين الذين قدموا لتهنئته، وقال بين يديه: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فأجاب معن: نعم أذكر ذلك ولا أنساه. فقال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال معن: سبحانه على كل حال، وذلك بحمد الله لا بحمدك. فقال الأعرابي: فلست مسلما إن عشت دهرا على معن بتسليم الأمير، يعني نعطيك هذا اللقب. قال: السلام سنة تأتي بها كيف شئت. فقال: أمير يأكل الفولاذ سرا ويطعم ضيفه خبز الشعير. قال: الزاد زادنا نأكل ما نشاء ونطعم من نشاء. فقال الأعرابي: سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. قال معن: إن جاورتنا فمرحبا بك، وإن رحلت عنا فمصحوبا بالسلامة. قال: فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. قال: أعطوه 1000 درهم. فقال: قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الكثير. قال: أعطوه 1000 أخرى. فأخذ الأعرابي يمدحه ب4 أبيات بعد ذلك، وفي كل بيت مدح يقوله يعطيه من حوالي الأمير معا 1000 من عندهم. فلما انتهى تقدم الأعرابي يقبل رأس معن بن زائدة وقال: ما جئتك والله إلا مختبرا حلمك لما اشتهر عنك، فألفيت فيك من الحلم ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم جميعا. فقال: سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظير. يعني قاسي. يعني بهذا البيت يعني كما يقال يعني أزال كل الأبيات السابقة، وكانت هي التي اشتهرت أكثر عن معن. معن بن زايدة هو يعني أمير كريم، وتروى عنه الكثير من الحكاية عذراء، وهو كما ذكرنا كان من آخر من يعني عاصر الأمويين، وكان قد سقط عليه من العباسيين إلى أن يعني نصر الخليفة أبا جعفر المنصور، ويعني كشف في مؤامرة حكت ضده وأكرمه وعاد إلى مكانه. نعم، لابد أن تعرف معادن الرجال المواقف. نعم. صباح الخير لكل من ينضمون إلينا على السماع.